أهلا وسهلا بحضراتكم بفيديو جديد ومشروع جديد من قناة مشروعك عندنا. مشروع النهاردة هو للناس المحترمين حبايبنا واخواتنا الجماعة الفلاحين اللي دايما بيقول لك مفيش حاجة بقت بتجيب مكسب، وإن الزرع بخسارة وتربية المواشي بخسارة. أنا النهاردة أجيب لك فكرة مشروع صغير عن تربية المواشي. هي مش عايزة مكان كبير ولا حاجة، بس عايزة إيجار. هتتأجر فدان برسيم حجازي، فدان برسيم حجازي، ويكون في أرض صحراوية بيكون أحسن، لأن في الأرض الطينية هتلاقي الأسعار غالية شوية. دي متطلبات لمشروع أقصى حد، أو الحاجات اللي هي زيادة شوية. طيب النهاردة أنا هجيب بسعر اليوم، النهاردة الجمعة 2/6/2023. طيب أسعار امبارح اللي هي سوق الخميس. أسعار سوق الخميس النهاردة: سعر البقرة الأونشتاين عشر 8 بكام؟ ب28,000. احنا هنقول إن المكان بعيد، هنقول إن البقرة ب30,000. طيب أنا النهاردة هجيب بقرتين. حلاوة الأونشتاين بالتحديد، ليه قلت لك أونشتاين وليه أنا ما اخترتش نوع تاني أو نوعية تانية؟ لأن هنا عندي البقرة الأونشتاين النهاردة، الأونشتاين الأصلي مش الخليط، بتحلب في اليوم 20 كيلو لبن، 10 كيلو في الصبح و10 كيلو آخر النهار. طب بتاكل إيه؟ حضرتك هتجيب البقرتين، هتتأجر لهم فدان أرض صحراوية برسيم حجازي مدة سنة كاملة. طيب النهاردة إيجار الفدان البرسيم الحجازي في أرض صحراوية إيجار سنة كاملة 12 شهر ب23,000 جنيه. أرض صحراوية مش طينية، 23,000 جنيه. وهنحوش للفدان ده 7,000 جنيه مصاريف طول السنة، اللي هي زجية وكيماوي أو صور. ماشي؟ طيب احنا كده عندنا بقرتين ب60,000 عشر 8، بقرتين ب60,000 و30,000 اللي هو الفدان، كده بقت 90,000. 90,000 وهضيف كمان 10,000 جنيه اللي هي 5,000 حق فدان تب، و5,000 جنيه علف، اللي هو أنت مش هتوكل علف، هتوكل برسيم، بس لابد من أكلة علف بالليل وأنت قاعد هتعلف البهايم، عشان كل ده كل ما بتاكل وتشبع كل ما هتديك لبن أكتر والدنيا هتكون حلوة. طيب أنا النهاردة كده حسابي قفل كام؟ 30 و10 40 اللي هي الفدان البرسيم، مع ال10 اللي قلت لك عليها، كده 40 و60 بهايم، كده اللي هم البقرتين الهونشتاين، كده بقت 100,000 جنيه. 60 و40 100,000. طيب أنا النهاردة هعمل إيه؟ هوكل البهايم دول شهر وهيولدوا بخير وسلامة، ومش هربي ولادهم، أنا هبيع ولادهم. انت علشان خاطر تستثمر هتبيع لبن حليب كل يوم بس. طب انا هبيع اولادهم بعد ما يتولدوا ب5 ايام او اسبوع، اللي هم بعد ما ياخدوا حاجه اسمها السلسوب، طبعا ناس كتير عارفاه. هبيع ولادهم الاثنين النهارده. العجل الصغير اللي عمره اسبوع هتلاقيه 5,000 جنيه لونشتاين، عمره اسبوع، عمره 7 ايام، هتلاقيه 5,000 جنيه. يبقى انا جبت البقرتين ب 40، جبت البقرتين عفوا ب60,000، بعت منهم من وراهم عجلين ب10. بعد شهر كده وقعوا عليا البهايم بكام؟ وقعوا عليا ب50,000، مش ب60,000، لأن نزلنا 10 من تمنهم. كده وقعوا ب50,000. يبقى أنا كده المجموع اللي عندي بدل ما كان 100 بقى 90,000 جنيه. 90,000 جنيه. النهاردة أنا هحلب كل يوم من البقرتين دول، كل بقرة بتحلب 10 كيلو الصبح و10 كيلو آخر النهار. هي حلاوة الأورنشتاين في كده إنه بيدي لبن كتير. طيب 10 الصبح و10 آخر النهار، يعني أنا النهاردة هحلب البقرتين هاخد منهم 20 الصبح و20 آخر النهار، يعني 40 كيلو لبن. 20 هبيع الكيلو ب20. طبعا أنا عندي 40 كيلو لبن في اليوم، 20 في 40 ب800، لأن كل بقرة هتحلب لي 20 كيلو، 10 الصبح و10 آخر النهار، كده 20 كيلو على الكيلو ب20 ب400، والتانية نفس الموضوع، كده 800 جنيه كل يوم. طبعا 800 جنيه كل يوم يومي، 800 جنيه لبن
يومي. انا حسبت للبقرة مصاريف طول السنة من اول المشروع. طيب 800 جنيه يومي يعني شهر بكام؟ الشهر ب 24,000 جنيه. طب انا دول متكلفين عليا 90,000. الشهر ب 24,000، الاربع شهور 4 في 20 ب 80، واربعة فأربعة ب 16 ب 96,000. يعني بعد أربع شهور يعني 120 يوم. بعد 120 يوم هتجيب تمن البهايم وتمن فدان الأرض. كده أنت كملت 4 شهور، جبت تمن البهايم اللي أنت جايبها وجبت تمن الأرض، لسه عندك مساحة سنة توكل. طبعا في فترة ال4 شهور دول البهايم دي هتطلب عشر، هتروح طبعا هتوديها للعشر، هتعشر عندك في خلال 4 شهور كمان، وانت بتكمل نفس الاكل بتاعك مستمر ونفس الحليب مستمر. بعد ال4 شهور ما جبت حق الدنيا دي كلها بتكمل مستمر. هتروح تبيع البهايم دي على اخر السنة، هتبيعها مش اقل من ثمنها اللي جبتها بيه. طبعا انت 4 شهور جبت حقهم، و4 شهور بعديهم كمان، 3 شهور بعديهم كمان هتاخد نفس الحليب ونفس الموضوع. يعني هتجيب لك حوالي 80,000 تاني بعد حقهم. يعني في خلال 7 شهور هتجيب اللي دفعته وتجيب قد حقهم كمان مرة. طبعا هتكون انت كسبت ال90,000 اللي انت جبتها، ولسه كمان باقي عندك حق البقرتين. حق البقرتين. لو واحد يجي ويقول لي ان انت مأفور في الموضوع شوية او البقرة ما بتجيبش 20 كيلو، هقول لحضرتك بلاش. انا اسأل اي حد النهاردة من التجار وقول له الاونشتاين الاصلي بيحلب كام، لاني انا جايب لك الفكرة عن طريقة مجربة. ما تنسوش لو اول مرة حضراتكم تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.